وتم توضيح خبر انفصال بيسان إسماعيل عن محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم اخواني؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. طبعا مثل ما بتعرفوا اخر فترة ضجة كبيرة عن بيسان اسماعيل ومحمود بانهم منفصلين. فاليوم كمان حنشوف الاخبار اللي طالعة عنهم وشو يلي عم بيصير، لانه الموضوع كبر عن حده، ولحد الان بيسان ومحمود مش عارضين اي شيء. بحس بثانية اللي بتكون تركته، لا هي اللي عم تصرفها محمود. غار من هذا الشيء اللي صار، ممكن يكون ترك لهذا السبب. صراحة شفت محمود قايم كله يكتب بيسان. الشاب متعمق كتير بالسوشيال ميديا، متعمق لدرجة انه عم بيتابع اللايكات. نروج شيء او هي اشاعات انه اصلا. مع الأسف حتى الأطفال صاروا يعرفوا بأنه في شيء مش حقيقي. يعني صرنا حتى لو بدك تطلع ترند وبتعمل هالشغلات، خلص صار الأطفال اللي طفل عمره 3 سنين بيعرف بأنك عم تكذب عليه طالع مشان ترند. انا اصلا بحبوا بعض فمستحيل يتركوا بعض. اول شيء، ثاني شيء اصلا لابقين لبعض كتير. انا ماني مصدقه انه هن اصلا مفصولين. طبعا أنا كمان معك ومع الجمهور اللي بيحكي بأنه لسه ما في خبر بأنه منفصلين، ما بنتوقع بأنه ينفصلوا، بس كل شيء قسمة ونصيب. لا هو احيانا بيكون خلافات يعني عاديه، بس هي بتكون زعلت فهي شي حتلمح، بس هو زعل، بس ما بظن انفصلوا يعني. والا كان طلعت اشاعه كبيره قويه يعني، او هي طلعت صرحت بستوري او هو نفس الشيء. كلنا على نفس الرأي بأنه بيسان أو محمود بيطلعوا بيصرحوا بهذا الشيء، يعني القصة لأنه ما صار لا يوم ولا نهارين، صار لها شيء أسبوع أو 10 أيام يمكن، يعني أخذ الترند وزيادة. يعني هلا بتقولي انه محمود انظلم مع بيسان؟ يعني هي بيسان هي اللي تركته؟ بحس ايه، وبحس انس كمان ما اخذ البيت، يعني بحس كمان هي كذبة منه. بحس انه لا حرام، محمود انظلم معه. هاي من جماعة التس. البنات ما بيحبوا بعض، البنات بيكرهوا بعض. بحس انه اخذته مصلحة، بس ما بعرف كذب، بياخذوا لايكات وهيك. انا الصراحة شفت محمود قايم كله يكتب بيسان، قايم اللايكات بس. انا برايي انه هذا كله دراما تبع المتابعين، يعني كل الناس بقى يعني بيعملوا هيك صراحه، يعني صاروا كل المشاهير بيعملوا هذا الشيء خصوصي بس مشان يجيوا متابعين وهيك. فانا برايي هذا كله بس مشان الدراما ومتابعين وهيك، اما انه هن يتركوا مستحيل، ما بتوقع. تخيل أو يفكر بأنه بيسان إسماعيل أو محمود بينفصلوا، تمام، بيفكروها بأنه ترندات، بس ما حدا بيعرف شيء لحد الآن. يمكن إشاعة، يمكن مريض، يمكن ما لهم جنب بعض، فلسه على ما يطلع تصريح ما حدا بيعرف أي شيء. القصه اسمها نصيب بالبدايه هي. ولك أنت الكفو، لك أنت السبع، أنت تشبش، عم لك القصة اسمه ونصيب يعني بالنهاية. عرفت علي كيف؟ يعني هذا الشاب الواعي، هذا الطفل الواعي، يعني ما شاء الله عليه، الله يخليه لأهله. اسمه ونصيب. لو كانت هالشائعة صح، مين ترك مين وليش؟ وهل هالشي صار عن سابق الإصرار والترصد؟ ما بعرف، بس انا بحس انه محمود اكثر من بيسام، بس حقول له انه خسرت واحده حلوه كتير يعني. بيسام لانه هي اللي عم تصرفها. فهي الإشاعة الطالعة عن محمود وبيسام، وعم يطلعوا على الشوارع وبيعملوا تصريحات. ففي واحدة كمان شخصية تانية حاكي عن بيسان إسماعيل، خلونا نشوف شو حاكي عنه. الأخبار اللي وصلتني وهي بتدل على إنه الآنسة بيسان وحبيبها محمود تاركين. شلون أنا بعرف إنه هن تاركين؟ لأنه أول شي هي مو لابسة الخاتم وما عم يصوروا مع بعض، وتاني إثبات إذا بتقولولي إنه ليش ما مسحوا الفيديوهات من يعني بصفحات بعض، لأنه بيناتهم تاركين بس فيديوهات الإعلانات، يعني إعلانات عن جوالات وهيك أشياء وكذا، في بيناتهم عقود ما فينو يمسحوا البوستات مع بعض. والله أول مرة بتحكي شي منطقي. أنا بدي أصفق لك، يعني أنا حبيتك من هذا الفيديو، حبيتك، أما فيديوهاتك المياعة والبياخة ما بحبك. هذا الفيديو أعجبني بأنك إنسانة كويسة، يعني عدا المسخرة والهي إنسانة بتفهمي وبتعرف تحكي وقت الضرورة. خلونا نكمل ونشوف شو مبدعة كمان بالكلام. ننتج من هذا الموضوع إنه بيسان ومحمود تاركين، بس
هل أنس لازم ينبسط لهذا الموضوع؟ لا، أنس ما لازم ينبسط، لأنه بيسان مو حاطة أنس براسها. بيسان بدها تركز على حياتها، يعني هي بدها شيء أكبر من إنه هي تكون مثلا مجرد تيكتوكرية أو يوتيوبرية أو شيء. هي بدها توصل للعالمية، للفن لفوق لفوق لفوق. فهي بالها إذا كان أنا هلأ كنت مخطوبة ممكن في عندي حدود للفن تبعي، بس إذا أنا تركت معمود أو أجلت الخطبة تبعه، أجلنا يعني عرسنا، مو الخطبة لأنه احنا خاطبين، إذا أجلنا العرس تبعنا رح أوصل للعالمية أسرع. ليش؟ ما حيكون في عندي حدود. اي والله، واخبارتها كانت بس لهيك، يعني بانه هي بيسان عم بتفكر بالمراتب الاعلى، مش عم بتفكر لا بأنس الشايب ولا بجواني ولا بمحمود. يمكن بتفكر بمحمود لقدام، بس هلا مشان ما يصير عليها حواجز، تمام، حبت بانه تحط هذا الحاجز على الطرف، تكمل بطريقة بمسيرتها وبتصعد الى الاعلى، تمام، وبعدين اذا في نصيب بيرجعوا لبعض، إذا في حب حقيقي. طبعا هون كمان حكيت على إنه ما في، طبعا حكيت على إنه محمود مش ماسح الصور، تمام. خلونا نفوت أول شيء على حساب بيسان، تمام. بنشوف بيسان شو عاملة. لسه موجودات، طلعوا لسه بيسان ومحمود المقاطع موجودة، يعني ما في أي مشكلة. بس خلونا نشوف بيسان حاطة ستور جديد. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن هذا هو الخبر اللي صار لنا 10 أيام عم نستناه. مساء الخير، الدنيا قسمة ونصيب، وما حد بياخد غير نصيبه. لا إله إلا الله. أنا كتير بحبه وبعزه وبعز محمود. هذا هو الخبر. إنسان بجنن، ووقف معي وقفة كتيرة، وقف معي كتير، بس شو بدنا نعمل؟ الدنيا كله نصيب. بتمنى ما حد يحكم لا علي ولا عليه، بالعكس نحنا بنعز بعض، وفي بيننا خبز وملح. دعولي وإن شاء الله كله خير، بحبكم كتير. مع الأسف هذا هو الخبر المنتظر، تم تأكيد انفصال بيسان إسماعيل عن محمود. خلونا نشوف محمود شو كاتب. هل عجب كمان صرح؟ طبعا ومحمود كمان حاطط ستوري، خلونا نشوف شو كاتب بالستوري. أول شي صورته، ثاني شي إعلان يمكن. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الدنيا قسمة ونصيب، تمام. اتفقنا ننفصل أنا وبيسان بكل تفاهم ومودة ومحبة، وبيسان بنت بتجنن، كلام ذهب وما في عليه أي شي، تمام. بتجنن، ووقفت جنبي وبتمنى لها من قلبي كل خير. ولو سمحتوا بتمنى احترام الخصوصية للطرفين، لأن كانت بيننا عشرة وحب واحترام، والله يوفق ويختار لنا الخير بالأيام الجاي. نفس الكلمات، بالأيام الجاية، الله يختار لنا الخير بالأيام الجاية. طبعا الخبر كان محزن شوي، فأنا بتمنى له الخير لمحمود ولبيسان، كانت أيام حلوة وأجمل كابلز هن، ولابقين على بعض وشخصية حلوة اثنيناتهم ما شاء الله عليهم. بس يعني ما بنحسن نحكي أكتر من هيك شي. طبعا اخواني لهون بيكون انتهى الفيديو، اتمنى يكون نال اعجابكم. بعرف الفيديو كان حزين شوي، بس مو طالع باليد شي، فقط علينا نقول الله يبعث لهم الخير، تمام. والكلام اللي طلع مني يعني ان شاء الله ما بيكون مجرح للطرفين، تمام، كلام عادي. فلهون بيكون انتهى الفيديو، والسلام عليكم. كنا ناطرين العرس وكنا ناطرين اكبر فرحة، بس يا فرحة ما كملت، صابوها عين.